ما عدا واحد فاتح حلقه هسه يقول لي عارف كل سمه. نضحك. لا ما يفهم. عرف شرف اذا اسيء الادب عليه. بس دقيقه وضع ابو رحمك ورخصتك. انا راح عيد لي هاي انا راح اقول لك قسما بعلي بن ابي طالب، قسما بالحسين، قسما بالعباس، وهسه راح اجيب. هسه اوف الائمه ما من حقك تفتح الكتب. خليه يحكي، ما لك علاقه بي. اوف ما من حقك تفتح الكتب. وضع اوف نفس لا ضرب ولا شرب، اصلا انا صوتي جاي اخذوه. نفس الرجال اللي طاه شدات طب علي، قال لي اغلط على صفاء واغلط على وضاح وافتح بيهم لايف وانا راح اعطيك نقد. وهسه راح احلف كلام الله كبار العالم. هذا حكي مال عاقل مال مجنون. انت ليش فتحت الكتب؟ لا ليش شفت؟ يا ابو خليه يحكي. وضاح انا راح اروح. قول ليش. وهاي اول مره انا راح احكيها. هسه عمي عمري 53 سنه، اشتافات للعباس ابو راس الحار هسه كون يسطرني. خلوا انا اعرفه خلوه. زعيم صار له 6 سنين عمرك 53 سنه بالك. شوف ما راح يقبل. تكذب علينا. صار لك 6 سنين عمرك 53 سنه. وضاح صفا انا بدي اوصل لك الحل. من هو كاش شو اسمه؟ سندباد. يعني هو كان يدفع بالعالم علينا؟ انا احلف بالقران وبالحسين وبالعباس وبعلي بن ابي طالب، الداعم مالتي الشخصي هو كان. ورا انت طيب خليني اكمل حديثي. لا ما من حقك اكمل حديثي. ورا ما اعطيت الرقم يمك هو بعدين اختلف علي، اجاني ورا 3 ايام 4 ايام. انت ورا لا العفو ورا 10 ايام او 15 يوم صار عندك وياه اختلاف. اختلاف قليل مو الاختلاف الطويل. دق علي تليفون بالامارات ليش اتذكرها بالامارات كان قال لي مقداد نيك اخذ صفاء ونيك اخت وضاح ويمي ما لك علاقه. قلت لك 10 سود يوميه قسما بعلي بن ابي طالب. توفيق المقداد مستحيل. علي بن ابي طالب هاي اول مره احكيها. ما من حقك تفتح الكتب.